ويا مساء الفل. هنعمل مع بعض النهارده طريقه عمل فراخ البروستد بتتبيله مميزه اقتصاديه تحفه، وطبعا بقى هتكون معانا مستويه باذن الله. هنعرف الاول هنقطعها ازاي، وبعد كده نتبلها ونبقى نقول باقي التفاصيل. تعالوا كده نجيب فرخه كده تكون صغيره مش كبيره، من كيلو 200 لكيلو ونص، ده اكبر حاجه. هنبتدي نفصل الاوراق كده على جنب زي ما احنا شايفين كده بالطريقه دي. ده كده وركين. هنبتدي نخلي العظمه اللي في النص ونحاول ان احنا نتخلص منها عشان بتعمل ريحه مش مرغوب فيها. زي ما احنا شايفين كده بنبتدي ان احنا نكسرها او نطلعها بالسكينه كده، دي ملهاش اي لازمه. ونبتدي برضو نشيل الجزء اللي بعده بالشكل ده. يبقى كده الوركين معانا زي الفل. هنبتدي نعمل ايه؟ هنقسم الوركين النص عند المفصل بتاع اللي هي العظمه اللي في النص دي، ونبتدي ان احنا نقصها. عايزه ده كده الدبوس معانا، عايزه تقسمي الجزء اللي انا ماسكاه ده اقسميه الاتنين هيبقى زي الفل. عايزه تسيبيه زي ما هو، بس كل ما بتصغري كل ما بتبقي ضامنه ان الحاجه تبقى مستويه وكويسه. عند الجناح بقى هنبتدي ان احنا نقص اول حته كده زي ما احنا شايفينها ونتخلص منها لانها ما بيبقاش ليها لازمه. ونبتدي ان احنا نفتح الصدر كده ونطلع الزور على جنب. عايزه ترميه، عايزه تاكليه انتي وراحتك. تمام. هنبتدي نقسم الصدر معانا بالشكل ده، والجناح وانتي بتقصيه حاولي خدي منه حته من اللحم شويه زي ما احنا عاملين كده. تمام. يبقى معانا قسمناها على 10 اجزاء. عايزه اكتر عايزه اقل انتي وراحتك. احنا بس بنقطعها مع بعض عشان نعرف طريقه التقطيع بتبقى ازاي. تمام. بعد ما قطعناها غسلناها وبقت زي الفل زي ما احنا شايفينها كده، وبعدها على طول هنبتدي نعمل محلول النقع اللي هو عباره عن ايه؟ نبتدي نجيب بوله وننزل بيها بميه سخنه بتغلي زي ما احنا شايفينها كده، وبعدها على طول نبتدي ننزل بمعلقتين كبار سكر، معلقتين كبار ملح، ومعانا ربع فنجان خل. ونحاول نقلب الكلام ده كله كويس قوي مع بعض. وبعدها على طول معانا كزبره، حبهان، ورق لورا، قرنفل، وشرايح بصل وشرايح ليمون. كل اللي احنا قلناه ده بتشيل اي زفارة موجودة في الفراخ. تعالوا بقى نرش رشة من البابريكا صغيرة كده، تدي للخليط اللي احنا قلنا عليه ده كله لون وردي كده حلو. ونبتدي نشكشك زي ما احنا شايفين كده الفراخ بالطريقة دي. ليه؟ عشان نضمن ان ما يبقاش فيها زفارة، ما يبقاش فيها اي حاجة خالص من جواها. نسيبها في المحلول ده لحد معانا المية ما تبرد خالص كده. الفراخ معانا استوت بنسبة حتى 30%. تمام. سيبناه. بعد ما سيبناها ساعة أو ساعتين هنبتدي نشيل البلاستيك زي ما احنا شايفين كده الفراخ. ولو نلاحظ ان الفراخ لونها اتغير انها داخلة في مرحلة السوا عشان المية السخنة. ومعانا كوباية مية ومجموعة بهارات هنقولها مع بعض عبارة عن ايه. بهارات فراخ، كركم، بابريكا، زعتر أو ريحان، جنزبيل، ملح، بصل بودر، وشطة وتوم بودر. وكل البهارات اللي احنا قلنا عليها دي هكتبها لكم في صندوق الوصفة عشان تبقوا عارفينها. يبقى زي ما احنا قلنا في الأول خالص عملنا محلول النقع بمية سخنة عشان نخلي الفراخ مستوية شوية. ويلا ننزل بشوية البهارات دي في بولة وننزل عليها بكوباية مية ونديها تقليبة حلوة. ويلا بينا ننزل بقطع الفراخ على التتبيلة اللي قلنا عليها. لو هتلاحظوا كده معايا لون الفراخ اختلف تماما عن الأول. ازاي؟ كان الأول لونه وردي شوية، دلوقتي داخل على مرحلة السوا فلونه أبيض شوية كده. نضمن ان هي تبقى مستوية وزي الفل. يلا بينا ان احنا نقلبها كده بالشكل ده، وحاولوا دخلوا التتبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها مع بعض. وبعد كده نبتدي بالاسترتش بقى ونلفها لفة حلوة وندخلها التلاجة. تقدري بقى تسيبيها من بالليل للصبح على قد ما تقدري، وكل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما تاخدي نتيجة تحفة، يعني بتطعم قوي بالبهارات. يلا بينا بقى نجهز للتغطية. معانا 3 كوبايات دقيق، معانا نشا، معانا بيكنج باودر، وشوية بهارات نفس البهارات اللي احنا قلنا عليها. تمام. هنبتدي ننزل بده كله على الدقيق ونقلب ده كله كويس قوي، وواحدة واحدة نبتدي ننزل قطع الفراخ. ما تكتروش كتير قوي في البولة، يعني حوالي 3 قطع حلوة قوي. ونقلب بالطريقة اللي احنا شايفينها دي.
امسكي القطعة كده، قلبي كتير 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 فيها كده زي ما احنا شايفين كده، واركنيها على جنب. وفي البولة التانية معانا مية ساقعة تلج. شايفين التجزيعات اللي احنا عملناها؟ ويلا بينا ننزلها في المية على طول. المية معانا ساقعة زي ما قلنا، و3 4 ثواني وطلعيها من المية وما تطوليش عشان الدقيق اللي احنا عملناه ما ينزلش. ودي برضو نفضيها من الدقيق كده زي ما احنا شايفين، وواحدة واحدة نزليها يا دوب ثواني كده بسيطة وارفعيها على طول. وارجعي تاني بدريها تاني بالدقيق. في طريقة انك بتجيبي بيضة وشوية دقيق وتحطي شوية مية ومجموعة بهارات كده برضو وتعمليها زي تغطية، ودي معانا بتكون بديل للمية. انما لو مش حابة الطريقة دي فخلينا بمية ساقعة زي ما احنا ماشيين، بتطلع زي الفل، هي نفس النتيجة يعني. ومن تحت لفوق كده واحدة واحدة كده، ما تحاوليش تمسكي القطعة، حاولي ان انتي تبقى ايدك خفيفة عليها، بس قلبي كتير 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 فيها، هتديكي التجزيعة اللي انتي شايفاها في المطاعم او في المحلات بره. والحركة دي هي اللي بتدي قرمشة تحفة. تمام كده. ونجيب طبق ونبتدي نرص الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده هنبتدي ان احنا نحط زيت على النار، واول ما يسخن معايا ابتدي انزل القطع الفراخ اللي احنا عملناها مع بعض، وعلى طول ابتدي اجيب النار على الوسط. وما تحاوليش تقلبي الفراخ كتير عشان ما تتهرش منك. يعني اول ما تاخد اللون الذهبي الحلو اللي احنا شايفينه ده، ابتدي ارفعها على شبكة على طول عشان تفضل محافظة على القرمشة بتاعتها. عايزينها تاخد الصدمة الاولانية، وبعد كده نبتدي ننزل بالعالية قوي للنار الوسط، يعني ما تبقاش لا واطية خالص ولا عالية خالص، عشان ما تبقاش تحفة من بره ولسه نية من جوه. عارفين بقى اكل المطاعم اللي بيبقى قالب ريحة الشارع؟ هو ده بالظبط اللي هيكون في قلب بيتك. جربيها بالطريقة دي مش هتندمي، بالعكس هيبقى تحفة، مع شوية بطاطس مقلية مع شوية صوصات انتي تعمليها في بيتك، وانسي تشتري اكل تاني جاهز من بره. واتمنى تجربوها، وصحة وعافية للي يجربها. اتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وسلام.